السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. هنعمل النهاردة مع بعض السبانخ. لو تفتكروا كنا من التفريزات اللي عملناها قبل رمضان كنا عاملين السبانخ وفرزناها بطريقة حلوة جدا جدا. النهاردة هوريكم بقى لما طلعت من الفريزر كانت عاملة ازاي. اعمليها ان شاء الله بنفس الطريقة هتعجبك وهتطلع معاكي كأنها بالظبط لسه طازة وكأنك لسه عاملاها. اهم حاجة تتبعي الخطوات اللي عملناها في التفريزات علشان تطلع معاكي زي ما هتشوفيها النهاردة. اول حاجه معايا بصلايه حلوه كده كبيره، هقشرها طبعا وهعملها في الكبه وهشوحها مع شويه زيت ومعلقه سمنه بلدي. عايزه تحطي زيت بس ماشي، عايزه تحطي سمنه بس ماشي، براحتك، دي حريه شخصيه براحتك خالص. اعملي اللي انت عاوزاه، بس انا النهارده عامله السبانخ باللحمه واللحمه سمينه شويه، فمش هزود الدهون، هحط زيت ذره وهشوح فيه البصله بتاعتي، تبقى بصلايه حلوه كده كبيره تمام. وهشوحها واسيبها تتشوح على نار متوسطه علشان ما تتحرقش زي ما حصل معايا، هي ما اتحرقتش، هي اخدت لون بس. بعد كده تاني خطوة هعملها ان انا هجيب الطماطم اللي انا هصلصلها او ان انا هسبكها علشان انزل فيها السبانخ، هقطعها واحطها في الخلاط. هعمل مثلا شفشق كده، انا هعمل كيسين سبانخ حلوين كده كبار، هعمل شفشق طماطم وهعصره في الخلاط كويس جدا، وان شاء الله هنستعمله مع بعض. تعالوا نشوفوا هنعمل ايه مع بعض. يبقى اول خطوه عملناها ان انا قطعت بصلايه حلوه كبيره وحطيت زيت ذره وشوحت فيه البصلايه. هنشوف دلوقتي مع بعض كل الخطوات تمام. طيب في ناس بتعمل السبانخ بتوم وفي ناس بتعملها من غير توم، انا بعملها بالتوم تمام. انا بعد ما شوحت البصلايه كده حلو زي ما انتم شفتوا كده، للاسف النار كانت معايا عاليه شويه، فانت حاولي ان انت تخلي النار متوسطه، والبصله بتاعتك ما تاخدش معاكي لون، هي اخدت معايا لون هنا سنه عشان النار كانت عاليه تمام. هدي النار شويه عشان ما تاخدش معاكي لون غامق. وبعد كده هحط حته توم، قولي مثلا انا عندي توم كان متفرز، قولي مثلا 4 5 فصوص توم كده حلوين صغيرين، واهرسيهم مع البصله او لوحدهم وحطيهم مع البصله يتشوحوا شويه، تشمي ريحه التوم، تحطي معلقه ملح، رشه فلفل اسود تمام، وهتقلبيهم مع بعض كويس جدا. واهم بقى خطوه، خلاص تمام، يبقى انا هحط بعد كده رشه الكزبره الناشفه. الكزبره الناشفه بجد مع السبانخ بتدي طعم حلو جدا جدا. خلاص خلصت تشويح البصله والثوم، هنزل بعد كده بقى بصلصه الطماطم اللي احنا عصرناها في الخلاط. هسيبها تتسبك كده شويه، قولي مثلا 10 دقايق، علشان لما احط عليها السبانخ ما تبقاش لسه متصلصله يعني فاهمه. حاولي انت تصلصلي الصلصه لوحدها الاول. تمام. انا هنا كنت عامله اللحمه، كنت مشوحه اللحمه وحاطه بقى ايه، طماطم، بصل، ورق لورا، حبهان، مستكه، جزر. وبعد كده حطيت عليها الميه السخنه، باخد وش زي ما انتوا شفتوا كده وش الشوربه وبحطها على الطماطم علشان تتسبك وتاخد طعم اللحمه. تمام تمام. هنا كانت الطماطم خلاص اتسبكت. طيب شوفوا بقى، بصوا بقى الجمال، تعالوا شوفوا الجمال معايا هنا كده. بصوا السبانخ اللي احنا فرزناها وقعدت في الفريزر اكتر من 15 يوم، والله العظيم بجد كانت طالعه تحفه جدا جدا ومفرفطه كده من بعضها ومش ماسكه وما فيهاش ميه. يعني تحفه. هفتح دلوقتي الكيس وهوريها لكم مفرفطه وواحده بوحدتها ومش مش ماسكه في بعض، ولا التلج واكلها ولا اي حاجه خالص. خطوات مهمه جدا اثناء تفريز السبانخ عملناها مع بعض. ارجعي لفيديو التفريزات، شوفي ازاي فرزنا مع بعض السبانخ. هنزل السبانخ زي ما هي كده، انا جايباها من الفريزر على الحله. اوعي تطلعي اي خضار هتعمليه انت عاملاه في الفريزر وتطلعيه وتسيبيه يسيح على الرخامه، اوعي. بعد ما تخلصي الصلصه خلاص وتسبكي، تجري تجيبي من الفريزر الخضار بتاعك وتسقطيه متلج زي ما هو. هتغطي عليه 3 دقايق، البخار بتاع الصلصه بتاعنا هيخلي التلج اللي فيه يسيح. بصوا، والله العظيم يا جماعه السبانخ دي انا مفرزاها معاكم وهي دي اللي انا مطلعاها. شايفين اللون؟ اللون تحفه كانك لسه عاملاها النهارده. لونها حلو جدا جدا، وكمان مش هتاخد معاكي وقت في السوى تمام. فالموضوع يعني سهل وجميل جدا جدا، وان شاء الله تجربيه ويعجبك. السبانخ من الوصفات السهله جدا والجميله اللي ما بتاخدش معاكي وقت. كل اللي بتعمليه ان انت بتجيبي بصلايه وبتشوحيها مع معلقه مثلا سمنه بلدي او زيت ذره، وبعد كده بتنزلي بالبصله والثوم بتشوحيهم مع بعض، ملح فلفل اسود كزبره ناشفه، وبعد كده بتنزلي بالطماطم تسبكيها لمده مثلا 5 دقائق او 7 دقائق، وبتنزلي باي نوع خضار معاكي. احنا النهارده معانا سبانخ، نزلنا بالسبانخ جبناها من الفريزر، نزلنا بيها على طول على الصلصه اللي اتسبكت معانا. بس كده كان عندي شوربه لحمه. عامله اللحمه ازاي؟ مشوحه اللحمه في مستكه
وسمنه بلدي، وبعد كده حطيت عليها طماطميه، جزرايه، بصلايه، ورق لورا، حبهان، وطبعا كنا حاطين مستكه، وبعد كده حطينا عليها الميه السخنه. غليت وخلصت خلاص اللحمه سواها، باخد وش الشوربه كلها وبحطها على الطماطم بتاعتي عشان تاخد من طعم اللحمه. خلاص السبانخ هنا تقريبا كان فاضل لها حاجه بسيطه واطفي عليها. بحط عليها كل كميه اللحمه بتاعتي وبسيبها تغلي مع السبانخ عشان الاتنين ياخدوا من طعم بعض. كانت احلى سبانخ اتعملت بجد، كانت روعه جدا وتحفه جدا جدا. واتمنى ان انتوا تجربوا وصفتي وان شاء الله تعجبكم. ولو اي حد فيكم بيعمل السبانخ بطريقه تانية يا ريت يقول لنا، لان في ناس بتعمل الخضار بصفه عامه من غير توم. انا بعمل الخضار ببصل وتوم الاتنين مع بعض. مين بيعمل زيي ومين مش بيعمل زيي؟ يلا قولي بتعملوا ايه. جينا بقى لاهم خطوه، انا خلاص خلصت السبانخ وطفيت عليها، احطها على جنب. انا السبانخ بعملها بالظبط نفس معامله في الخطوه دي بالذات الملوخيه. بعمل لها تقليه بتوم وسمنه وكزبره ناشفه. بس خلاص بشوح التومه في حته سمنه حلوه كده، وبعد كده بعد التوم ما يبقى بس لونه شفاف شويه بحط عليه معلقه الكزبره الناشفه وبشوحهم مع بعض ياخدوا لون الجلد. وبعد كده بحط التوم زي ما بالظبط بتعملي الملوخيه، بحط التوم على السبانخ بس خلاص كده. وبسيبها بقى مقموره كده تاخد من طعم التقليه بتاعتها دي، بيبقى بجد طعمها خطير خطير خطير. مين بقى بيعمل الخطوه دي؟ ها يلا مستنيه كومنتاتكم وارائكم، ومستنيه ان شاء الله تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها ايه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. محتاجه دعمكم ومحتاجه وقفتكم معايا، وان شاء الله باذن الله القناه تكبر بيكم يا احلى متابعين. وشكرا جدا جدا بجد على كلامكم في الكومنتات، انا متشكره جدا جدا على ثقتكم فيا. وان شاء الله اتمنى الوصفه تعجبكم. انا كل اللي عملته مع السبانخ النهارده شويه رز، حبه وحبه، شويه رز بشعريه زي الفل. بس كده ما تكلفيش نفسك اكتر من كده، وحلوه قوي قوي كده. شويه سبانخ بحته لحمه وشويه رز، حلوه قوي. والف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب يكمل رمضان علينا بخير يا رب وصحه وسلامه. والعيد جاي اهو، يا رب ربنا يجعلها فتحه خير على الدنيا كلها يا رب. وكل سنه وانتم طيبين. استنوني بقى ان شاء الله في فيديوهات نواعم العيد. وكل سنه وانتم طيبين، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.